ازاي ترسم واحد مخنوق؟ يعني في كلمة واحدة كده علشان بس ما نقعدش ايه. اول حاجة برسم الراس عادي جدا، وبرسم الرقبة عادي جدا، اللي هو العادي، قبل بقى ما ارسم الفكرة الكاريكاتيرية بتاعتي او التعبير بتاعي اللي انا هعبر بيه، اللي هيبقى فيه شيء من المبالغة اكيد يعني. ان انا هجيب الرقبة دي وهروح عامل العقدة كده في النص. عارف انت ما تبقى مخنوق كده بتحس ان انت رقبتك من النص كده ايه فيها عقدة او مربوطة بحاجة. طبعا هنا قوة الخط يبقى قوي جدا علشان يدي قوة للموضوع، يعني تحس ان انت فعلا حد مخنوق جدا. إيه بعد كده برسم بقى الملامح بتاعت الوش، بس خلينا الاول ايه نأكد على ان الحبل ده يعني عارف انت مقفول جامد، والخط المستقيم القوي ده بيديك احساس ان الحبل ده محكم جدا. برسم بقى بقية الجسم، وبرسم بقى الملامح طبعا اللي بتعبر عن الخنقة، ان الشخص ده يعني ما هوش يعني بيتدلع، لا مكشر جدا، بيتألم جدا، مغمض عينه. تجاعيد الوش اللي بتعبر عن الخنقة مهمة جدا علشان تنقل الإحساس. محاولة إظهار الألم من خلال بقه اللي بيعض على أسنانه من الألم. عارف انت الحالة دي تحس كده ان الشخص اللي احنا بنرسمه ده هو ده اللي بيبقى جواك لما بتبقى مخنوق او مش عارف انت مالك في ايه. تمام. نعمل بقى الاسنان. طبعا الخطوط المستقيمه للاسنان دي بتدي احساس بالقوه العض على الاسنان. التجاعيد اللي هي في الوش اللي هي التقسيمات بتاعه الوش دي بتبقى مهمه جدا ان انت تعبر ان الوش ده يعني بص يعني متبهدل اخر حاجه يعني. قوة الخط مهمة جدا واتكلمنا عنها قبل كده كتير. اللي هي التجاعيد اللي هي بتبقى تحت الحبل دي علشان تبين ان الرقبة باظة كده من تحت يعني من الحتت اللي هي آه، يعني عند الحبل بيحسسك بالخنقة اكتر. تمام. بتبتدي بقى تشتغل على شوية تفاصيل تعبر عن إظهار الألم من الخنقة اللي الشخص ده فيها. ممكن نرفع كتافه كده شوية ونعبر بإيده شوية إن هو مثلا بيحاول ينقذ نفسه مش عارف. تمام. شوية بقى تعبيرات كده أو يعني اللي هي التاتشات بتاعت الكاريكاتير دي اللي بتدي الإحساس. ممكن نشتغل على السكتش ده ان احنا ممكن مثلا ايه نحبره. بنمشي بقى على الخطوط الرصاص اللي احنا اتفقنا خلاص ان هي دي الخطوط بتاعتنا اللي هنشتغل عليها بقلم تحبير، اي قلم فلوماستر اسود. القلم اللي قدامي ده يوني بين انا شغال بيه عادي. تمام. بس انت لو ما لقيتوش او اي قلم اسود قدامك، اي قلم فلوماستر تمام. بس باكد تاني على قوه الخط، يعني قوه الخط علشان يديني احساس ان في قسوه كده في الرابطه دي. شويه بقى شوك كده للحبل ده اللي هو ايه عارف انت الحبل كده فيه شوك اصلا. ف زي الاحبال كده بتاعت زمان كده، كان في حبال لو انت مسكتها بايدك وزفلطتها كده في ايدك تتعور. تمام. بس شويه بقى التاتشات اللي بقولك عليها في الرقبه. تعبيرات الوش طبعا مهم جدا يكون فيها الخط يكون واضح ويكون قوي. انت بترسم حاجه فيها الم. تجاعيد بقى اللي هي الناتجه عن هذا الصراخ اللي احنا شايفينه. وعضة البق على الأسنان دي اللي هو بيعض أسنانه على بعضها دي محتاجة طبعا تبان بشكل قوي جدا. يعني يا رب نكون نجحنا في إننا نظهر حاجة زي كده. وممكن مثلا حتى نسيب حتى فراغ بين الأسنان بحيث الموضوع ما يبقاش يعني كتلة واحدة من فوق لتحت. تمام. يعني بس انت عارف الحالة دي اصلا ساعات بنبقى فيها كتير، بتبقى محتاج ان انت تعبر عنها ومحتاج ان انت عاوز ترسم حد مخنوق. تمام. فهي الفكرة جت لي من هنا يعني. طيب انت دلوقتي لما يكون حاجة خانقاك او مخنوق من حاجة، إيه كتير قوي ان احنا بنقعد نلف وندور حوالين الخنقة ونقعد نقول انا مخنوق والحياة زي الزفت ومش عارف وانا عندي اكتئاب وانا مش عارف ايه. في حين ان يعني بص بيبقى واضح جدا ان زوال سبب الخنقه بيبقى بيزول مع الخنقه. يعني هو السبب بيبقى فيه سبب. السبب بقى انت عمال تلف وتدور حواليه وعمال تنكره وعمال تدخل في حواديت تانية. تمام. يعني انت بتضحك على نفسك وبتغرز اكتر في الخنقه اللي انت فيها. فكون صريح مع نفسك
وسمي الحاجات بمسمياتها الحقيقيه، وما تقعدش تلف وتدور، وما تقعدش تدور على الحاجه اللي ضايعه منك في مكان فيه نور. لا يعني شوف المكان اللي ضاع منك فيه الحاجه، دور فيه، لان هو ده المكان اللي هتلاقي فيه الحل. ما تروحش تدور في حته تانية خالص. وما تسمحش لحد ان هو يقعد ينظر عليك ويقول لك والله بص انت عارف الخنقه حلها في انك تعمل كذا كذا كذا. لا، انت الخنقه حلها ان انت تزيل سبب الخنقه. لو انت داخل على امتحانات وما ذاكرتش كويس جدا، ده حاجه خنقاك جدا، يبقى انت الحل ان انت تضاعف مجهودك شويه، وان انت تحاول تحصل اللي فاتك. مش الحل خالص ان انت تغير نظام حياتك وانك مش عارف تعمل ايه والكلام ده. بص انا في الالوان هستخدم اللون الاحمر بس بشكل خفيف قوي، علشان نبين ان الخنقه دي الراجل ده وشه محمر. انا الاحمر عندي وانا برسم بيه كده وبخف في ايدي، الاحمر عندي واضح كويس، بس هو مش عارف في الكاميرا او علشان انت بتشوفه من خلال تصوير فيديو الاحمر مش قوي. فانا هحاول ان انا ازود فيه، هو زاد عندي اكتر، بس انا هحاول ان انا اضغط عليه اكتر بحيث ان هو يوضح لك وتشوف الفرق. يعني لما الوش بقى احمر اداني احساس من الخنقه اكتر. تمام، من عند الخدود كده، من عند المناخير، ممكن من عند القورة شوية فوق، ممكن من تحت كده من عند الدقن شوية. تمام، الحتت اللي هي من عند الخدود، ومن عند اللي هي المنطقة اللي هي يعني اما تكتب نفسك كده وتبقى يعني بتحس ان الحتت دي كده سخنت كده. تمام، اللون الاحمر طبعا بيدي احساس بالغضب، احساس بالخنقه، احساس بش- بالحراره العاليه عامه يعني. تمام، هبتدي بقى ان انا اظلل مثلا عند الاسنان شويه بحيث انها ما تبقاش كتله بيضه كده، او ما تبقاش مسطح ابيض. فبظلل انا يعني بظلل بايدي خفيفه قوي، يعني تكاد تكون لا ترى، بس في المجمل هتلاقيها واضحه. تمام، ممكن مثلا نلون الحبل ده مثلا بلون اي لون يعني. وطبعا يعني يا ريت لو لون يعبر عن الحاله، لان انت بترسم حاله ملتهبه فمحتاج الوان ناريه. تمام، فممكن اللون البرتقاني ده، بس انا حاسه كده لا ما ظبطش، ما اداش فرق قوي عن لون البشره. فممكن بقى اجيب لون مختلف وخلاص، علشان بس نبين الحبل يكون مختلف، ان في حاجه لفه على رقبه الراجل ده. مش عارف ايه اللي خلاني اجيب ازرق، بس ماشي. المهم يعني يبان الفرق. بس يعني دي كانت شخبطات كده بسيطة جدا. ولو انت من الناس اللي هي بتقعد تلف وتدور حوالين السبب اللي خانقها، لا خليك صريح مع نفسك، وقف مع نفسك كده وقول لا انا بصراحة انا مخنوق بسبب كذا ولازم احله. ما تقعدش تلف وتدور.